السلام عليكم، نقول بسم الله وبدينا فيديو جديد، روتين مطبخ جديد. طبختنا اليوم هي الدولمة المعروفة العراقيين اللي كلهم يحبوها. طبعا أنا حبيت أشارك طبختي وياكم، وكل من وطريقته بعد. أنا هاي طريقتي بتركيب الدولمة، اللي يعرفها خليه يستمتع بالفيديو، واللي ما يعرفها خليه يستفاد. تابعوني للنهاية. هنا ثرمت الحشو وكوبين تمن غسلناه ونقعناه، وضفنا له البهارات المشكلة وبهارات الدولمة والكركم والنوم حامض خاشوقة ونص، ملح خاشوقة ونص، وشكر هم خاشوقة ونص. احنا نحبها حامض حلوة، وفلفل أسود، وخلينا دهن، لأن اللحم ما بيه ليه أو ما بيه شحم. هنا بديت ألف، قعدت بالقاع لأن ما بيه حيل أوقف. روتين يومي حبيت أشاركه وياكم. طبعا هنا أنا ابني هاي دا يصورني كل ساعة يجر جدر الدولمة، يما يقول لي ما مبين القدر، وأنا أجر عليه وهو يجر عليه. المهم بدينا نلف الدولمة. الخضروات خليناها لي جوا. طبعا من خلال الفيديو حبيت أشكر أختي أم علي اللي إجوني متابعين من طرفها، وحبيت أشكر كل اللي عرفوها واللي جوني من طرفها. حبيبتي أم علي تسلمين يا غالية، ربي يوفقك ويوفق عائلتك وأولادك دوم بخير يا رب، وشوفيهم بأعلى المراتب. هنا بدينا نكمل، لفينا الدولمة وخليناها على النار. بالبداية نار عالية، وبعدين نهديها. شوية قريب ما استوت، رشيت لها شوية زيت حتى وجهها يقوم يلمع، وغطيتها وهدرتها على نار كلش ناصية. وهنا أنا ما أدري كانت الكاميرا مدى يصور الموبايل مدى يصور، كنت أصوره دا يصور، وقلبت الدولمة وكنت أسوي كم حركة هماتين بالفيديو، بس للأسف ما طلعت بالتصوير. فأنا قلبتها وفلشت الدولمة، ما كنت أدري بالتليفون مدى يصور. أتمنى بنهاية الفيديو أن تتابعوني وتشاركوني، ولا تنسون تحطون اللايك فضلا وليس أمرا. وبنهاية الفيديو أقول لكم مع السلامة وفي أمان الله، وألتقيكم بفيديو ثاني في حفظ الرحمن.